عايزة بشرة فاتحة ومنورة كده من غير ما تكون مطربة ومطفية وما فيهاش روح. أنا عارفة إنك جربتي منتجات كتير جدا عشان تدي بشرتك نضارة وجلو وتفتيح ثابت. هقولك النهاردة ازاي تفتحي بشرتك وتديها نضارة بمنتجات بسيطة في خطوتين بس، وايه اللي محتاجاه فعلا عشان توصلي لبشرة زي دي من غير ما حد ما يضحك عليكي بأي منتج والسلام. بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. بصراحة كلنا بعد الصيف اتحرقنا من الشمس والجلد غمق درجة أو اتنين كده، فركزي معايا كويس جدا عشان لو فهمتي الفكرة عمرك ما هتضيعي فلوسك على أي منتجات ملهاش أي 30 لازمة. عشان تفتحي بشرتك فعلا لازم المنتج اللي بيقولولك عليه ان هو بيفتح البشرة يشتغل على الثلاث مراحل أساسية، مش مرحلة واحدة زي أغلب المنتجات اللي بنسمع عنها في السوق. أول مرحلة إنك تمنعي تكوين صبغة الميلانين أصلا اللي بتعمل اللون البني أو الغامق ده. أما تاني مرحلة وهي إنك تمنعي الصبغة دي إنها تركب الأسانسير وتطلع لخلايا السطح فوق. أما تالت مرحلة وإنك تمنعي انتشارها على خلايا السطح وتديكي اللون الغامق اللي مش موحد ده. ايه بقى المنتجات اللي تجيبيها واللي تديكي تفتيح فعلا واللي برجحها شخصيا بعد تجربة ودراسة المكونات زي سي لايت سيروم وداكي كريم وديرماتان برايتنينج باور. ولو بره مصر هاتي سكان سيوتيكلز من احسن البراندات اللي بتقدم تكنولوجيا حقيقية للتفتيح. فكل المنتجات اللي قلتلك عليها دي فيها التريبل ميكانيزم اللي قلتلك عليه، وده اللي يضمن لك فعلا نتيجة حقيقية في التفتيح والنضارة. يعني من الاخر عايزة نتيجة ثابتة وتفتيح حقيقي دوري على منتجات فيها مواد بتقفل الثلاث مراحل الأساسية دول مع بعض، هتديكي نتيجة حقيقية وثابتة مش مجرد جلو مؤقت كده. بس استني، في نقطة مهمة جدا في ناس كتير وانت كمان ما بياخدوش بالهم منها، وهي ان ساعات السبب الحقيقي لبهتان البشرة مش غمقانها، لأ، ممكن يكون بسبب نقص مضادات الأكسدة. لما يقل مستوى مضادات الأكسدة في البشرة بتبدأ تزيد معايا الشوايب الحرة، فبتخلي البشرة مطفية وما فيهاش روح كده. عشان كده لازم تضيفي سيرم فيتامين سي في روتينك زي ديرماتيك وفاكيشن ونيتفز، ولو بره مصر بيوتي اوف جويس. كل بقى المنتجات دي فيها نسبة من 5 ل 10% من فيتامين سي بصور ثابتة من فيتامين سي ما بتتكسرش بسهولة ولا تعملك أي تحسس أو التهابات لبشرتك. بس لازم تستخدمي سيرم فيتامين سي الصبح أو في أي وقت مختلف تماما عن السيرامات اللي قلنا عليها في الأول، علشان بيحصل تفاعلات مش هتحبيها بين فيتامين سي وبين مكونات السيرامات دي وتعمل تحسس والتهابات واكني بريك اوت في بشرتك مش هتحبيها خالص. عايزه بقى اقولك حاجه مهمه جدا، وهو انك تشيلي علبه سيرم فيتامين سي في مكان بعيد عن الحراره والرطوبه علشان ما يتكسرش ومفعوله ما يقلش مع الوقت ويفضل ثابت معاكي. وما تنسيش طبعا ترطبي وتقشري تقشير اسبوعي عشان تشيلي خلايا الجلد الميته اللي مديه البشره اللون الغامق ده لو بشرتك دهنيه او مختلطه، فتخلي الجلد يجدد الخلايا ويدي خلايا جديدة أنضف وأنعم تديكي نضارة وتفتيح. وصدقيني والله العظيم ولا حاجة من دي هتنفع من دول طول ما انت بتنزلي من بيتك من غير سان سكرين وبتتعرضي للشمس كتير. ولازم طبعا تاكلي اكل صحي فيه مضادات اكسده كتير زي البرتقال والفراوله والطماطم، لان الجلد اصلا بيعكس اللي جواكي سواء نفسيا او جسديا. لو عندك بقى اي سؤال اكتبي لي في الكومنت، ولو حابه الفيديو الجاي يكون عن حاجه معينه او انت عندك مشكله معينه بتواجهك اكتبيها لي في الكومنت. وما تنسيش طبعا السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك فيديوهاتي الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.